تفتكر ايه افضل ايفون مستعمل تقدر تشتريه في نهاية 2023؟ ده اللي انا جاي اكلمكم عليه في الفيديو النهارده، واقول لكم على كل الايفونات المستعملة في كل الفئات السعرية. ايه افضل ايفون في كل فئة سعرية تقدر تشتريه في الوقت الحالي، وتأكد ان شاء الله انك هتخرج من الفيديو ده قادر تقرر انت عايز انهي جهاز وهتشتري انهي جهاز فيهم. فمن غير اي كتير خلونا نبدا الفيديو بسرعه، ولكن قبل ما نبدا متنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نقسم الفيديو لخمس اجزاء. اول جزء هو افضل موبايل 10000 جنيه فيما اقل، بعد كده 20000 جنيه فيما اقل، بعد كده 30000 جنيه فيما اقل، و40000 جنيه فيما اقل، واخر حاجه فئه 50000 جنيه فيما اقل. فخلينا نقسم الفيديو للخمس اجزاء دول، وهقول لكم في كل جزء ايه افضل ايفون مستعمل تقدر تشتريه في الرينج ده. فخلينا نبدا باول حاجه، وهو رينج 10000 جنيه فيما اقل. لو انت عاوز ايفون في الفئه السعريه دي، فمش هتلاقي عندك دلوقتي غير ايفونين او ثلاثة بالكتير قوي اللي تقدر تبص لهم وتقدر تقول انا ممكن اشتري جهاز منهم. اول حاجه هتلاقي عندك الايفون 8 بلس، وعندك الايفون اكس، وعندك الايفون اكس ار. الثلاث اجهزه دول هتلاقي الرينج السعر بتاعهم من 10000 جنيه فيما اقل. طبعا اغلى واحد فيهم هتلاقيه الايفون اكس ار. فخليني اقول لك بكل بساطه ان انا في الفئه السعريه دي انا هرشح لك الايفون اكس ار. ابعد عن الايفون 8 بلس وعن الايفون اكس، لان بكل بساطه مش هيوصل لهم تحديثات تاني. يعني التحديث الجديد اللي هينزل مع الايفون 15 مش هينزل لل 8 بلس وللايفون اكس، غير طبعا ان الايفون اكس ار هيقعد سنه تحديث زياده عنهم. يعني هم هيقف عنهم التحديث، ولكن الاكس ار مش هيقف عنه التحديث. وده برضو مش معنى ان الايفون اكس ار ما فيهوش مميزات تانية، لا، الايفون اكس ار الكاميرا بتاعته ممتازه جدا واحلى من الكاميرا الاساسيه اللي موجوده في الايفون اكس والايفون 8 بلس. غير كمان ان المعالج بتاع الاكس ار افضل واقوى من الايفون اكس بمراحل وبحبه حلوين جدا جدا، وهتلاقي فرق في الاستخدام حلو قوي. وهتلاقي الشاشه كمان اكبر من الايفون اكس. الشاشه اي بي اس، ولكن هي شاشه الوانها حلوه ومش هتواجه معاها مشاكل. والشاشه برضو على فكره الاي بي اس بتكون حلوه في الالعاب، وهتوفر معاك في الطاقه، وهتلاقي ان الشاشه فعلا ممتازه جدا معاك. البانل بتاعتها مش افضل حاجه، ولكن هي هتؤدي الغرض معاك لاقصى درجه. هتقولي هو بيتفوق في الحاجات دي بس، هقول لك لا، كمان بيتفوق في البطاريه، والبطاريه بتاعته بتكمل معاك اليوم مستريح عكس الايفون اكس والايفون 8 بلس. فبصراحه اكتر صفقه تقدر تشتريها في رينج ال 10000 جنيه مستعمل، احنا بنتكلم في الفيديو كله عن المستعمل فقط، فافضل موبايل في السعر ده هو الايفون اكس ار. خلينا بقى دلوقتي ننتقل لفئه 20000 جنيه فيما اقل. هتلاقي عندك هنا اجهزه متنوعه شويه. عندك الايفون اكس اس ماكس، عندك الايفون اكس اس، عندك الايفون 11 العادي، وعندك الايفون 11 برو. هتلاقي الاربع اجهزه دول موجودين عندك. هتلاقي الاكس اس ده اقل حاجه فيهم في السعر، وانا اصلا الجهاز ده كده كده مش هرشحه لك خالص، الا لو انت عاوز تجيب جهاز تحت ال 15000 جنيه بحبه حلوين، لان الاكس اس هتلاقيه مثلا في رينج 12000 12500، هتلاقيه في الرينج ده. فالجهاز ده هيكون حلو جدا بالنسبه لك، لانه اصلا مفيش حاجه بتنافسه في الفئه دي. لكن لما تعلى بقى شويه هتلاقي الاكس اس ماكس، هتلاقي ال11 برو. الثلاث اجهزه دول ايه افضل جهاز تشتريه فيهم؟ اول حاجه طبعا هو ال11 برو، هو الجهاز المثالي بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد في الفئه دي. هو الايفون 11 برو، ايفون بثلاث كاميرات ممتازين جدا جدا. ايفون بيدعم التصوير الليلي عكس الاكس اس ماكس طبعا موجود في ال11، ولكن ال11 برو موجود فيه ثلاث كاميرات. الكاميرا التليفوتو المهمه جدا لتصوير البورتريه اللي انا ما اقدرش استغنى عنها تماما. عندك بطاريه ممتازه جدا جدا، بتقعد افضل من الاكس اس ماكس وبتقعد افضل من الايفون 11. عندك كمان معالج جبار هيأدي معاك اداء ممتاز جدا، والتحديثات كمان هتقعد سنه اكتر من الاكس اس ماكس. فخلينا طبعا في ال11 برو في الفئه دي، وجهاز مش هتندم عليه خالص. جهاز حجمه جميل جدا، حجمه صغير 5.8 انش، ولكن جهاز هيأدي معاك كل حاجه بسلاسه كبيره جدا. حتى في الالعاب هو قوي جدا جدا، مفيش اي حاجه بتعيبه غير الشاشه الصغيره شويه. غير كده جهاز بيرفكت من ناحيه كل حاجه. نيجي بقى دلوقتي للفئه الثالثه، وهي فئه من 30000 جنيه فيما اقل. في الفئة دي هتلاقي عندك الايفون 13، الايفون 11 برو ماكس، والايفون 12 برو، والايفون 12 برو ماكس. هتلاقي الاربع اجهزة دول، ولكن هتلاقي
فوق ال 25000 ال 12 برو وال 12 برو ماكس، وتحت ال 25000 هتلاقي ال 11 برو ماكس وال 13 العادي. ده طبعا بالنسبه للمستعمل. بالنسبه لل 11 برو ماكس وال 13 العادي، انا عن نفسي هختار ال 13 العادي. وفي ناس كتير بتفضل ال 11 برو، ولكن انا بفضل ال 13 العادي لانه اعلى من ال 11 برو ماكس بسنتين، والمعالج بتاعه اقوى من ال 11 برو ماكس لانه معالج اعلى منه بسنتين برضه. فبصراحة أنا شايف إن ال 13 أفضل كتير من ال 11 برو ماكس. حتى الكاميرات التصوير أفضل كتير جدا جدا. ال 11 برو ماكس بيتفوق في حاجة وحيدة بس، وهي الكاميرا البورتري أو الكاميرا التليفوتو، لأن ال 13 بيصور البورتري من الكاميرا الأساسية. غير كده كل حاجة في ال 13 افضل من ال 11 برو ماكس باكتساح. فبالنسبه من 20 ل 25 الف جنيه هتروح للايفون 13 وانت مطمن جدا جدا. وطبعا هتيجي بقى للفئه الاعلى من 25 الف جنيه ل 30 الف جنيه، وهي 12 برو ماكس وال 12 برو. وفي السعر ده بصراحه انا ما بفضلش ولا تشتري ده ولا تشتري ده. ولكن طبعا لو هقارن الاثنين، ال 12 برو سيء جدا 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 بسبب البطاريه، فهتخليك في ال 12 برو ماكس افضل من ناحيه كل حاجه. ومش هتكلم على الاجهزه دي كتير لان الاجهزه دي اصلا انا مش بحبها في تاريخ شركة ابل. اصلا الاجهزة دي كانت من اسوأ الاجهزة اللي جت بتحديثات مش كبيرة جدا، وفي نفس الوقت بطاريتها ما كانتش افضل حاجة. فانا في الفئة من 30 الف جنيه فيما اقل انا برشح لك ال 12 برو ماكس والايفون 13. لو انت هتقارن ما بينهم الاتنين فهتروح ل 12 برو ماكس عشان الكاميرا البورتري. غير كده بصراحة مش شايف ان ال 12 برو تشتريه خالص، ولا ال 11 برو ماكس تشتريه خالص دلوقتي. نيجي بقى للفئة الرابعة، وهي فئة من 40 الف جنيه ل 30 الف جنيه. الفئة دي هتلاقي عندك ال 13 برو وال 13 برو ماكس وال 14 برو. هتلاقي الثلاث اجهزه دول معاك في الفئه دي. طبعا هتقولي ال 14 بلس انت ما ذكرتوش في الفئه اللي فاتت ولا ذكرته في الفئه دي ازاي؟ لان بكل بساطه الجهاز ده انا ما برشحوش لاي حد خالص. انا ما بحبش الجهاز ده. الجهاز ده ما بحبوش، سعره غالي، وفي حاجات تانية هتقدم لك تجربة أحسن منه زي ال 13 برو اللي هو بيجي أصلا يعتبر بنفس السعر. لو هتجيب ال 13 برو مستعمل هتلاقيه بنفس سعر ال 14 بلس مثلا جديد. فال 13 برو أفضل طبعا بكتير جدا 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 من ال 14 بلس. فأنا هستبعد ال 14 بلس أصلا من المقارنات دي. فخلينا دلوقتي ما بين ال 13 برو وال 13 برو ماكس وال 14 برو. بص من الآخر كده، ال 13 برو هنخليه على جنب شويه لان ال 13 برو ماكس موجود اعلى منه بحوالي 3000 جنيه. فانا ال 13 برو ماكس بالنسبه لي افضل كتير جدا من ال 13 برو بسبب حاجه واحده، البطاريه. بطاريه ال 13 برو ممتازه وخرافيه، ولكن ال 13 برو ماكس اقوى يعني اقوى بشويه حلوين كمان. فلو انت طبعا عايز توفر ال 3000 جنيه فال 13 برو هيكون جهاز ممتاز بالنسبه لك. فانا في الفئه دي خليني ابقى واضح معاك، انا مش هقول لك في جهاز ما تشتروش. الثلاث اجهزه حلوين جدا، وال 14 برو جهاز ممتاز، ولكن يعيبه فقط ان البطاريه اقل شويه في الاستخدام من ال 13 برو وال 13 برو ماكس. ولكن لو البطاريه اتظبطت بالتحديثات فال 14 برو هيكون صفقه خرافيه بالنسبه لك. فانا في الثلاث الاجهزه دول في الثلاث فئات دول انا هرشح لك ال 13 برو ماكس افضل حاجه فيهم. ولكن هما الثلاث اجهزه ممتازين جدا وتقدر تشتري اي جهاز في الثلاثه مش هتندم خالص. بعد كده هنعلى لفئه من 50 الف جنيه ل 40 الف جنيه. وفي الفئه دي هتلاقي ان ال 14 برو ماكس يعني بينفرد كده بالمنافسه، مفيش اي حد في نفسه. حتى سعره مستعمل هتلاقيه في رينج ال 42 الف جنيه. مفيش اي حاجه معاه في السعر ده خالص غير ال 13 برو ماكس جديد سعره حوالي 41 الف جنيه حاجه زي كده. فطبعا هنتوجه هنا لل 14 برو ماكس مستعمل سعره 42 الف جنيه. جهاز ممتاز جدا لان مفيش غيره اصلا في الفئه، وانت ساعتها هتكون عايز اعلى حاجه في كل حاجه. فالجهاز هيقدم لك اعلى بروسيسور، اعلى شاشه، اعلى كاميرات، اعلى بطاريه. هي بطاريته زي ال 13 برو ماكس ولكن اقل حاجات بسيطه جدا من ال 13 برو ماكس، وممكن تتظبط بالتحديثات. فانا بصراحه شايف ان الجهاز ده لو انت عايز تجيب بقى التوب في كل حاجه فهتروح لل 14 برو ماكس. وبكده نكون وصلنا يعتبر لنهايه الفيديو. ولكن خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا. لو انت بقى هتقول لي في كل الموبايلات دي ايه اكتر ايفون انت يعني بتروح له كده وبتميزه ايا كانت بقى هو في انهي فئه سعريه، فبالنسبه لي الايفون ده هو الايفون 13 برو ماكس. ده افضل ايفون بالنسبه لي في تاريخ شركه ابل اصلا لحد دلوقتي. الايفون ده
طفره في كل حاجه، بطاريته ممتازه، كاميراته ممتازه، كل حاجه فيه حلوه. فهو لو انا هميل لجهاز في كل ده فهروح لل 13 برو ماكس. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا القناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديده. ولينك الانستجرام عندك في الكومنت، لو عندك اي استفسار كلمني هناك. ما تنسوش طبعا تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي، واشوفكم على خير.